اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا. هنفرز مع بعض البطاطس. هنعمل البطاطس الفارم فريتس اللي ولادنا كلنا بيحبوها وبيتجننوا عليها وبيروحوا يشتروها من بره عشان بتبقى مقرمشة معاهم كده وليها طعم تاني خطير. هنعملها في البيت، واحنا زي ما احنا متفقين ان حاجات البيت اللي بتعمليها على ايدك افضل كتير من اللي بتشتريها من بره. طبعا قبل اي حاجه وقبل ما نشوف البطاطس ازاي وتقولي لنا على نوع البطاطس المظبوط وتقولي لنا على طريقه التفريز الصح، واقول لك كمان على كل تكات البطاطس واسرارها في التفريز، بس خطوه خطوه مع بعض كده واحنا ماشيين، وازاي تختاري البطاطس الصح. طبعا كل ده هنقوله في الفيديو مع بعض، بس لايكات كتير 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 من ايديكم الحلوه وبحبكم في الله. اول حاجه حبايب قلبي، طبعا جبنا البطاطس. طبعا كميه البطاطس اللي انت عايزه تعمليها وتفرزيها صدقيني بتبقى سهله معاكي. لو انت ست موظفه ما عندكيش وقت، فبتاخدي يوم كده معين للتفريزات دي، بتنفعك طول الاسبوع وبتحسي نفسك ان انت بتيجي من بره بتعملي الاكل بتاع ولادك. طيب لو مثلا عندك كميه بطاطس وخايفه ان هي تبوظ منك، يبقى لازم تدخلي الفيديو ده وتشوفي تعملي ايه فيها. طبعا البطاطس مش هينفع نحطها كده، فهنعمل ايه بقى؟ هنعملها بنفس الطريقه. طب ولادي بيحبوا البطاطس الفارم فريتس وبيحبوا يجيبوها جدا من بره، يبقى لا ما تجيبش من بره وانا موجوده، لازم اعملها لاولادي في البيت. اول حاجه واقولها لك عشان الفيديو هيجري منا، اول حاجه هنعملها مع بعض ان احنا طبعا بنجيب البطاطس، بنختار البطاطس البيضه اللي بيبقى عليها الرمل مش عليها كميه الطينه الكتير. بطاطس بتبقى القشره من بره بيضه وبتبقى عليها كده نسبه رمل بسيطه. دي اول حاجه في تفريز البطاطس. البطاطس الصح مش متاكده، هاتي بطاطسيتين وجربيهم واعمليهم، وبعد كده لقيتيها مقرمشه معاكي وحلوه ماشي، ما لقيتيهاش مقرمشه يبقى اركني البطاطس دي وبلاش منها خالص. جبت البطاطس الكميه اللي انت عايزاها، انا كنت جايبه 8 كيلو من البطاطس، بدات قطعتهم زي ما انتم شفتوا في الاول كده. والتقطيع بتاعي بقى اللي هو كله يا ريت يكون حجم البطاطس واحد عشان كلها تطلع صوابع مظبوطه. حطيت حله على النار وحطيت فيها ايه الحله اللي على النار دي، ما حطيتش اكتر من الا من معلقتين خل ومعلقتين ملح. اكتر من كده ما فيش. الخل علشان طبعا ده بيحافظ لي عليها، والملح الخل والملح ماده حافظه. بالظبط كده يا حبايب قلبي. الميه يا دوب غلت معايا، اول الميه ما تغلي معاكي هتعملي ايه؟ هتروحي طافيه النار وتنزلي بالبطاطس. انا مش عايزه البطاطس تتسلق، انا عايزاها يا دوب ان هي تاخد حاجه بسيطه كده، تبقى نص تسويه. مش عايزاها تشوفوش زي ما انتم شايفين اهو بقطعها كده بالعافيه، مش عايزاها مستويه تسويه كامله. معايا بقى زي ما انتم شايفين مصفى جنبي، هبدأ اطلع فيها البطاطس. وبعد ما اطلع البطاطس دي هاخدها تحت الحوض بسرعة علشان اوقف عملية التسوية. تحت الحوض بسرعة كده واحطها ايه في المية، عشان كل بس ما في الموضوع ان انا عايزة اوقف عملية التسوية. وطبعا باقي الكمية هعملها بنفس الطريقة. تفريز البطاطس دي بيبقى حلو جدا، بيسهل عليكي كل حاجه. بتطلعي الكيس هقولك ازاي تكون مقرمشه لو عايزاها مقرمشه، كل حاجه هنقولها مع بعض في الفيديو ده. طبعا كانت كميه البطاطس بتاعتي بسم الله تبارك الرحمن خلصتها، طلعتها كلها في المصفى ودخلتها تحت الحوض بسرعه. هبدا دلوقتي بقى، سبتها لما صفت الميه اللي كانت فيها كلها، وهبدا دلوقتي كده احط طاسه على النار واحط الزيت وابدا اقلي البطاطس. هتقليها ازاي؟ لا مش هقليها بقى ان انا هقليها للاخر، لا انا هقليها بالظبط كده يا دوب ان هي تصفر معايا، ان انا اشمعها بس علشان لما احطها في الفريزر تستحمل معايا. وهو ده سر من اسرار قرمشه البطاطس. عايزينها مقرمشه يبقى لازم تخليها تحطيها في الزيت يا دوب تاخد كده ربع من التسويه بتاعتها، يا دوب تصفر بس كده، وتطلعيها برضو في مصفى او على مناديل من مناديل مطبخ او على ورق زبده، وتسيبيها شويه لحد ما تبرد كده، وهنشوف هنعمل فيها ايه. بدات زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي ان انا يا دوب بس كده عايزاها ان هي تبدا تديني لون، يعني تغير لونها حاجه بسيطه، ما تحمريهاش. جبت زي ما انتم شايفين كده، ده هنا معايا ورق من ورق الزبده، وبدات اطلع عليه البطاطس زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى كده اوزعها واسيبها. مناديل المطبخ او ورق الزبده هيبداوا يشربوا الميه اللي فيها. هنا كنت خلاص عملت كميه البطاطس كلها 8 كيلو تبارك الرحمن، وحطيتهم كلهم يعني طبعا مش هتحط ال 8 كيلو مره واحده، لا انا بحط ال 8 كيلو كده جنب بعض على ورق جنب بعضه، بحيث ان هم يبردوا براحتهم. وبعد ما يبردوا براحتهم هعمل فيهم ايه بقى؟ هروح جايبه الصينيه المربعه بتاعتي، اي حاجه تدخل معايا الفريزر. طبعا دي الصواني اللي هي القالب، الصواني اللي هي بتاعه الكيك القالب، او لو عندك
صاج يدخل الفرن سوري التلاجة، اي حاجه من دي، وتبداي تحطي طبقات زي ما انا حطيت كده، طبقه فوق طبقه فوق طبقه. طبعا هنا كنت خرمانه شاي، عايزه اشرب شاي باي طريقه، فقلت لبنتي صبي لي يعني حطي لي كوبايه شاي، فعملتها لي. طبعا هنا بقى يا حبايبي كنت خلاص حطيت كميه البطاطس زي ما انتم شايفين بقى على بعضها، وحطيتها بقى في الفريزر، هبيتها بالظبط يعني لو عاملاها من الليل هبيتها في الفريزر. دخلتها الفريزر، وبعد ما طلعتها من الفريزر بقى تاني يوم الظهر بدات زي ما انتم شايفين. طب حطيتيها في الفريزر ليه؟ حطيتها في الفريزر علشان وانا بعبيها في الاكياس كده ما تتكسرش مني، وكمان علشان الفريزر كده يوقف عمليه التسويه بتاعتي وتبقى سهله وبسيطه عليا. شايفين بقى دلوقتي لا بتتكسر ولا بيحصل فيها اي حاجه خالص، وطالعه بسم الله تبارك الرحمن زي الفل معايا. جيبي بقى الاكياس اللي انت عايزه تحطيها فيها وابداي بقى رصيها كده، بس اهم حاجه سويها ما تخليهاش لازقه في بعضها، الفريزر ما بيخليهاش تلزق في بعضها. يعني انا كده بعد ما قالتها ايه يا دوب ربع قليه، يعني خليتها صفرة بس، طلعتها على ورق زبده وبدات احط الورق على بعضه كده ودخلته التلاجة. وده كان تاني يوم عبيت فيه البطاطس زي ما انتم شايفين اهي. عملت لي ما شاء الله كميه، وطبعا كل واحد عارف بيته ايه اللي هو بيحتاجه، فبيعمل الكميه اللي هو عايزها لبيته. هقول لك بقى بالظبط تسويه ازاي. اوعي تطلعي الكيس ده من التلاجة وتسيبيه لما يفك وبعد كده تسويه في الزيت، ده اكبر غلط. طيب لا، تطلعيه زي ما هو كده، الزيت عندك ما يكونش سخن، يعني ما يكونش بيغلي، لا انا عايزه الزيت يا دوب دافي، واروح نازله بالكيس زي ما هو فيه. ده بيساعد على القرمشه بتاعته، بيخليه ما شاء الله مقرمش كده وطالع كريسبي وجميل. يبقى هي دي بالظبط البطاطس السهله الفارم فريتس اللي ولادنا هيتجننوا ويحبوا يعملوها. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عملت كميه كبيره. انت بقى بالنسبه لبيتك انت عارفه اللي انت عايزاه قد ايه. بطاطس سهله جدا 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 على اولادنا، حتى لو هم اللي موجودين في البيت وعايزين يعملوا اكل بيطلعوا كيس البطاطس وبيعملوه. عايزه تعمليه في سندوتشات الشاورما بتعمليه وتحطيه مع اللحمه او مع الفراخ، سهل جميل وسهل يعني. بنتي طبعا ما ريحتش، فقالت لي يا ماما لا انا لازم اقلي كيس منها عشان اجربها كده هتطلع مقرمشه ولا تطلع ايه. قلت لها خلاص روحي اعمليه. جابت الزيت تاني اللي كنا احنا قاليين فيه ونزلت بالبطاطس زي ما انتم شايفين، وجات قالت لي يا ابويا مامي ده البطاطس طالعه فعلا تحفه. وقفت بقى تقليها عشان لازم عايزه يعني ايه تثبت الكلام اللي انا بقوله، فقالت لي لا لازم نشوف البطاطس بتاعتك دي هتطلع عامله ايه. طبعا انا كنت قايله لها ما تخليش الزيت يغلي خالص، يا دوب الزيت يكون دافي وتنزلي فيه بيه في البطاطس، وفي نفس الوقت البطاطس لسه تكون طالعه من الفريزر دلوقتي. زي ما انتم شايفين ما كملتش ثواني وخدت اللون التحميري الجميل، طالعه مقرمشه وجميله جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا كانوا هما لسه ما فطروش فعملوها بقى كده وحطوها جنب الفطار، بجد كانت طالعه خطيره. اسهل حاجه واحسن حاجه، انا بحب اعمل كل حاجه لاولادي في البيت، يعني بحس دايما ان الحاجه بره دي ليه بره واحنا موجودين، لا نعمل حاجتنا في بيتنا وبتبقى موجوده وسهله وبسيطه معاكي. الفيديو ده انا كنت عاملاه في اول رمضان، مش قادره اقول لكم هو سهل عليا قد ايه. طول شهر رمضان في السحور كنت بقلي البطاطس، شايفين طالعه عامله ازاي تاخد العقل، جميله ومقرمشه. هي دي بقى ربنا يبارك لي فيها، هي اللي بتكسر البطاطس بتوريها لكم، مقرمشه وجميله ولونها حلو قوي. وطبعا بجد كانت تحفه وعجبتهم قوي قوي. بتمنى ان هي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.